في عالم الفن النجوميه زي الموضه بيجي لها وقت وبتقدر، بس في حاله قدرت تحافظ على موضتها حتى في وسط الاجيال الجديده، هي الفنانه سميرة سعيد. سميرة فنانه بدات مشوارها وهي طفله في السبعينات، لسه لحد دلوقتي بتنافس جيل النهارده. ازاي قدرت تكسر قاعده الزمن وتفضل هي الرقم الصعب في كل معادله موسيقيه؟ الحكايه مش حكايه صوته بس، الحكايه حكايه الديفا اللي قررت انها تعيش في المستقبل قبل ما يوصل له غيرها. واديني سبته وشفت اهو ما حصلش حاجه، كان شوفه في منامي كان حسبه قدامي، هوا يوم ورا يوم حبيبي ده جاني نوم حبيبي، واديني جيت حبيبي واديني جيت كان ماضي يومين يبكيلي بدمع العين. حكاية سميرة في عالم الفن بدأت سنة 68 لما قدمت في برنامج اكتشاف مواهب في المغرب وهي لسه طفلة عندها 10 سنين، ومن أول لحظة قدرت تشد انتباه الجمهور في المغرب. والحقيقة إن البرنامج اختصر عليها مشوار طويل قوي كانت هتمشيه، لأنها بسببه اتشهرت جدا في المغرب لدرجة إن الجمهور سماها بأم كلثوم المغرب، وده بسبب قوة صوتها وحضورها على المسرح. ومن هنا بدأت تجيلها عروض شغل كتير وهي لسه صغيرة، لحد ما بدأت تقدم أغاني خاصة بيها، فقدمت مجموعة أغاني دينية ووطنية في الفترة دي. ورغم إن الأغاني دي ما خرجتش بره المغرب، لكنها كانت بدايه كويسه لطريقها في عالم الفن. فضلت سميرة ماشيه في نفس السكه دي، بتقدم اغاني دينيه ووطنيه لحد ما جت سنه 75. في السنه دي حست انها لازم تغير وتخرج بره قالب الاغاني العاديه اللي بتقدمها، وده خلاها تاخد قرار التغيير وتنزل بلون جديد واللي كان اللون الرومانسي. لكن برغم ان الاغاني دي حققت نجاح مميز جدا، لكن كانت محصوره في المغرب بس، وده ما كانش اللي سميرة نفسها توصل له. سميرة كانت شايفه نفسها وسط النجوم الكبار اللي مكسرين الدنيا في الوطن العربي كله، والطموح ده هو اللي خلاها تاخد اصعب قرار في حياتها، انها تسيب نجاحها واسمها في المغرب وتنزل مصر عشان تبدا من الصفر وتبني الحلم اللي كانت بتحلم بيه من صغرها. وفعلا نزلت سميرة على مصر، ومع نزولها بدات ملامح طريقها توضح لما اتعرفت على الملحن محمد سلطان، واشتغلت معاه على اغنيه الحب اللي انا عايشاه اللي نزلت سنه 77. وبرغم ان الاغنيه دي اتعملت عشان تقدمها للجمهور المصري بس ويبدا يتعرف عليها، الا انها سمعت في الوطن العربي كله وحققت نجاح كبير جدا. الحب اللي انا عايشاه. وبسبب نجاح الاغنيه دي بدات تيجي لسميرة دعوات لحفلات في دول عربيه كتير زي الكويت وعمان والامارات. وفي حفله من الحفلات اللي كانت بتشارك فيهم سميرة وتحديدا في الامارات، حصلت خطوه غيرت حساباتها لما اتعرفت هناك على مجموعه من كبار الملحنين والمؤلفين واللي قدموا لها البوم كله اغاني خليجيه، واللي كان البوم بلا عتاب. الالبوم ده خلى سميرة تبقى اول فنانه عربيه تسجل البوم كامل باللهجه الخليجيه، والخطوه دي فتحت لها سكه جديده خالص في مشوارها. بعدها دخلت سميرة في مرحلة أعمق لما اتعرفت على عمالقة الفن زي بليغ حمدي ومحمد الموجي، والتعاون ده ساعدها تفرض اسمها في مصر والوطن العربي بشكل أقوى بكتير، فبدأت تشتغل معاهم على ألبوماتها بعد كده. وقدمت في الفترة دي ألبوم احكي يا شهرزاد، كانت بتحول فيه الأغاني من الطرب الطويل للأغاني المعاصرة والسريعة. وبرغم كده الألبوم ده حقق نجاح ضخم، وخرجت منه أغاني قوية زي أغنية الجاني بعد يومين اللي حققت نجاح جماهيري ضخم في الوطن العربي كله. الجاني بعد يومين يبكيلي بدمع العين. من بعد النجاح ده فضلت سميرة تقدم ألبومات تقيلة ورا بعض تثبت بيها رجليها على الساحة، زي ألبوم مش هتنازل عنك سنة 87، ومن بعده ألبوم إنساني سنة 90. كل الأعمال دي خلت اسم سميرة يكبر وجماهيريتها تزيد يوم عن يوم. أبدا أبدا غروب شروق إنساني يا أنا يا عمري عشت بالهنا. لكن في وسط كل النجاح ده حصلت حاجة خارجة عن إرادتها، وبسببها اختفت سميرة عن الساحة فجأة وبدون أي مقدمات. مع بداية نزول سميرة لمصر اتعرفت على الموسيقار هاني مهنا اللي جمعتهم في الأول صداقة قوية جدا، لكن في نفس الفترة وبسبب اختفائها لفترة طويلة عن الظهور بدأت الإشاعات تطاردهم إنهم على علاقة، لحد ما الإشاعات دي طلعت للنور وبقت حقيقة، وفعلا اتجوزوا سنة 90. بعد الجواز بتكمل سميرة نجاحها بألبومات زي ألبوم خايفة سنة 92 وألبوم انت حبيبي سنة 94. الألبومات دي قدرت تحقق نجاح كبير برضه في الوطن العربي كله. مش عارفة خايفة انت حبيبي وانت لازم تنجرح، مش هقدر اوعدك ان اقدر اساعدك
لكن الحقيقه ان في خلفيه الالبومات دي سميره كانت بتعيش صراع كبير مع جوزها، وبسبب ان الصراعات بينهم كانت كبيره جدا ده وصلهم للطلاق. وفعلا بعد 4 سنين بس من جوازهم انفصلت سميره عن هاني بدون ما يعلنوا اي حاجه عن سبب الانفصال. لكن الصدمه الاكبر ان في نفس السنه وبعد شهور قليله فاجئت سميره جمهورها بجوازها للمره الثانيه من رجل اعمال مغربي اسمه مصطفى النابلسي. وبعد سنه من جوازها وهي في مصر اكتشفت انها حامل. الخبر ده خلى سميره تقرر توقف كل شغلها في مصر وترجع المغرب على طول عشان تخلف هناك، وده اللي خلى نشاطها في الفتره دي يقل جدا. وحتى الالبومات اللي نزلت بيها في الفتره دي ما كانتش بنفس قوه ولا نجاح اعمالها اللي قبل كده. الهدوء ده خلى سميره تحس ان مكانها مهدد، خصوصا ان الساحه وقتها كانت بتتغير وظهرت موجه البوب مع حميد الشاعري، واللي معاها طلع نجوم جداد على الساحه زي مصطفى قمر وايهاب توفيق وفارس. حبني طبعا يا حياتي بتحبني وبقولها يومين بحبك وبموتي يا حبيبي. عيونه دوبتني وكل الغرام وغلبتني. نقول لسه بالحلو عيون مش حاسك مراسيل نقول لسه. وقتها كان لازم سميرة تاخد قرار يرجعها على الساحة من تاني، وما لقيتش انسب من انها ترجع مصر تاني وتدخل سكة الغنى العصري عشان تعوض كل اللي فاتها. وفعلا مع اول البوم نزلته بعد رجوعها لمصر رجعت سميرة للساحة بقوة بألبوم على البال سنة 98 اللي كانت اغانيه بتنافس الجيل الجديد بقوة. يا ليلي يا ليلو تيجي وتمشي كأنك ما جيتش، ولا الايام تجيبني ولا الاحلام تجيبك. لكن في عز النجاح والرجعة القوية دي بدأت تحصل أزمة من نوع مختلف، وهي إن بدأ يحصل تغيير كبير في شكل السوق وقتها، والتغيير ده هو اللي خلى سميرة تختفي عن الساحة لسنين. مع دخول الألفينيات شكل السوق الغنائي بدأ يتغير، وبدأ يظهر جيل جديد بموسيقى مختلفة زي حماقي وشيرين وغيرهم كتير من نجوم الشباب. وفي الوقت ده كان في نجوم كتير خافت تغامر، وده وصلها إنها تختفي تماما من على الساحة. لكن كان في نجوم تانيين قررت إنها تدخل الموجة وتجرب حظها، وده بالظبط اللي عملته سميرة سعيد. قدرت بذكاء تعاصر المرحلة دي وقدمت ألبومات بروح شبابية خلتها تنافس الجيل الجديد زي ألبوم يوم ورا يوم، ومن بعده ألبوم قويني بيه. وفي 2008 نزلت بألبوم أيام حياتي، سلسلة ألبومات كسرت الدنيا وأثبتت إن سميرة سعيد قادرة تواكب أي عصر. يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي واديني جيت حبيبي قوي قلبي عشان يعيش. لكن النجاح ده واجه صدمة ما كانتش على بال أي حد لما بدأت المنصات الإلكترونية تسيطر على السوق بشكل كبير، وظهر اليوتيوب اللي حرفيا ضرب شريط الكاسيت. التغيير ده ما كانش مجرد تطور في التكنولوجيا وخلاص، لا ده خلى شركات الإنتاج تفرمل وتبطل تنتج، والسوق الغنائي اتضرب ضربة خلت الساحة تنقسم نصين. نص من النجوم قدروا يلحقوا القطر ويواكبوا التغيير، والنص التاني فضلوا إنهم ينسحبوا، ومن ضمن اللي اختاروا الغياب كانت سميرة سعيد. يا نستسلم وتبقى الفرقة مكتوبة. سمعت الأغنية كلها اتدربكت يعني بعد أيام حياتي على طول يعني. ويمكن ده السبب اللي خلاني شوية قعدت كده بتاع يمكن أكتر من 6-7 سنين ما اشتغلتش. ايوه ما هو يعني. ده بعد فترة طويلة من غيابها عن الساحة رجعت سنة 2015 بقوة بألبوم عايز أعيش. الرجعة دي ما كانتش مجرد عودة عادية، دي كانت إثبات حالة إن الديفا لسه عندها كتير تقدمه. الألبوم كان فيه مجموعة أغاني تقيلة زي أغنية ما حصلش حاجة وأغنية هوا هوا اللي حققوا نجاح كبير جدا في الوطن العربي كله. واديني سبته وشفت اهو ما حصلش حاجة. هوا 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 كأني عايشة من غير أمان. وبعد فترة من آخر ألبوم ليها بدأت موضة الأغاني السنجل تنتشر بشكل كبير على الساحة، وده خلى سميرة تمشي مع الموجة وتنزل بأغاني سنجل كل فترة زي أغنية هليلة سنة 2019 وأغنية متاهة سنة 2021 وأغاني كتير زي إنسان آلي وزن، وآخرهم أغنية كده حرام سنة 2026. كل الأغاني اللي قدمتها سميرة خلال الفترة دي أثبتت إنها موجودة ومواكبة للسوق دايما اللي اتغير تماما عن بدايتها. جمع الليلة والليلة كده حرام. إنسان آلي تحولت أنا زن صوت نازل زن قالها وسابها ترن. والسر في اللي قدرت توصل له سميرة النهارده مش بس في صوتها، السر في عقليتها كمان. سميرة عندها ميزة مش عند حد غيرها، ميزة التمرد. هي الفنانة الوحيدة اللي عندها شجاعة انها تكسر نجاحها القديم بنفسها عشان تبدأ تجربة جديدة. هي ما بتحاولش توقف الزمن عندها، بالعكس هي بتجري مع الزمن، بتفهم لغة كل جيل وبتغير جلدها الموسيقي وتطور نفسها مع كل تكنولوجيا جديدة تظهر من غير ما تفقد هويتها. سميرة ما خافتش من التغيير، هي اللي صنعته. على مدار 40 سنة قدرت توازن بين خبرة العمالقة وطاقة الشباب، وعشان كده هي مش مجرد مطربة بتغني، هي فنانة بتجدد نفسها كل يوم.